كان في واحد بيحكي قصة ان هو كان بيشتغل موظف استقبال في اوتيل، وفي يوم من الايام كانت الدنيا شتاء وبتمطر، وجاله راجل وست قالوله ان احنا محتاجين نبات بس في الاوتيل ده لحد تاني يوم، واحنا مش معانا ولا فلوس ولا اي حاجة ومحتاجين نبات ضروري. الموظف الاستقبال ده وافق وهم قعدوا يشكروه كتير جدا، وجي فعلا تاني يوم هم لموا حاجاتهم وهم ماشيين. الراجل قال له انا عمري ما هنسالك الجميل ده، انت ما تعرفش انت انقذتني ازاي. عدى الموقف ده وعدت الشهور والسنين، ويشاء ان الراجل ده يتجوز ويخلف وابنه يتعب تعب شديد جدا وهو يحتاج فلوس علشان يعالج ابنه، وحاول ان هو فعلا ياخد سلفة من الاوتيل اللي هو بيشتغل فيه، بس الاوتيل رفض وقالوا له احنا مش هنقدر نديك اي حاجة. وفي تاني يوم يصحى الراجل ده يلاقي جاله جواب من اوتيل في لندن، والجواب ده مكتوب ان هو انفيتيشن ليه، يعني دعوة ليه ان هو يروح الاوتيل الجديد اللي هيفتتح في لندن ده علشان هم عايزينه هناك. وفعلا الراجل ده يروح، بس هو مش فاهم هو الناس دي بعتله ليه اصلا وهو ايه علاقته بالاوتيل ده، ويكتشف ان صاحب الاوتيل ده هو الراجل اللي هو كان ساعده من سنين كتيرة قوي هو ومراته. والراجل ده طلب منه ان هو يبقى مدير المكان ده، وكان مستني ان الوقت المناسب يجي علشان يردله الجميل اللي هو كان عملهوله من سنوات كتيرة. انت شايف قد ايه تصرف بسيط قوي ما كلفش الراجل ده زمان اي حاجة غير ان هو بس يبقى كويس او يبقى رحيم بالناس اللي قدامه، ان هو يخليهم يباتوا عنده. خلاه في عز اشد احتياجه للفلوس ان في نفس اللحظة يجيله نفس الراجل ان هو يقوله لا، ده انت مش مجرد هتبقى موظف استقبال في اوتيل، لا ده انا هخليك مدير لاكبر اوتيل افتتح في لندن. اللي انا عايزه اقوله لك بقى المفاجاه، ان موظف الاستقبال ده ما كانش يعرف اساسا ان الراجل والست دول اغنياء ولا من اثرياء لندن ولا اي حاجه. ده كان شايفهم ناس بسيطه جدا عايزه مكان يقعدوا فيه لحد الصبح، عشان كده ساعدهم. واتفاجئ لما عرف ان الشخص اللي ساعده ده كان من اغنى اغنياء لندن، وهو اللي خلاه يبقى مدير الاوتيل الجديد اللي هو افتتحه. اللي عايزه اقوله لك ان بجد لو في ايديك تساعد اي حاجه، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو الشخص نفسه انت شايف ان هو بسيط، ساعده وسيبها على ربنا. مفيش اي تصرف كويس او اي مساعده او اي ايد انت بتمدها لحد غير وبتقعد لك. انت بس بتبقى شايف ان لا خلاص هي هتقعد لي فين، او لا هي ما تردتليش بنفس الحاجه. هي مش شرط تتردلك على فكره بنفس الحاجه وفي نفس الثانيه، هي ممكن تتردلك اصلا بعد سنين كتيره. ممكن تتردلك بان ربنا فداك حاجة معينة وحشة كانت ممكن تحصل لك، ممكن تتردلك بحاجات كتيرة قوي انت مش متخيل اصلا ان هي دي بعدت عنك الحاجة مثلا الوحشة الفلانية عشان تصرف معين كويس او مساعدة كويسة انت كنت عملتها لحد. في ناس بيبقى عندها فكر غريب، انا بجد ما ببقاش فاهمة هم جايبين الفكر ده منين. هو متخيل ان مثلا لو ساعد حد في شغل او ساعد حد في دراسة او ساعد حد في ايا كان ايه الحاجة، يقولك لا ده هياخد مكاني، لا اساعده ليه. او اوقات بقى حاجه اكتر دي في ليفل الناس اللي بتشتغل ممكن يبقوا فاهمين حاجه زي كده، وهي ان ممكن بقى يكون شايف مثلا حد قدامه بيعمل حاجه غلط، يعني مش حاجه غلط تصرف وحش، لا يعني حاجه مثلا معينه في الشغل هو مش عارف تتعمل ازاي فيعملها غلط. حد تاني عارف ان الشخص ده بيعمل حاجه غلط فيسيبه يكمل الغلط مثلا علشان هو يتضر في شغله. طب ليه؟ ما انت ممكن انت تساعده وتقوله على فكره الحاجه الفلانيه اللي انت بتعملها هي بتتعمل بالطريقه الصح، واحد اتنين تلاته. وفي ناس تقولك لا انا مالي، انا ماليش دعوه، ما هو يعمل اللي هو يعمله. على فكره الحاجات دي بتتحاسبوا عليها عند ربنا. انت بتبقى فاكر ان لا انا مادام انا ما اذيتش حد او انا ما ضريتش حد، لا انت ساكت عن حاجه كان ممكن ان انت تقدمها خير او تقدمها حاجه كويسه للشخص اللي قدامك. فيا جماعه ما تبخلوش على الناس اللي حواليكم بالمساعده، حتى لو انتوا في عز واشد الاحتياج المساعده. لان صدقني ربنا بيكرمك بطرق كتيره قوي انت ما بتبقاش فاهم ان هي دي مكان الحاجه اللي انت عملتها. وبلاش برضو لما تيجي تساعد حد تقول لا الشخص ده مش هينفعني في حاجه معينه، مش مهم ان انا اساعده، او الشخص ده بسيط على قد حاله ومش هينفعني. على فكره البسيط اللي انت شايف ان هو بسيط ده بيبقى ثوابه ان انت تساعده اكبر بكتير جدا جدا عند ربنا من اي حد تاني. لان ده بيبقى قد ايه انت من جواك نية صافية، انت مش مستني منه اي حاجة، بس انت بتساعده لسبيل بس وفكرة المساعدة، وان انت تمد بايدك ليه علشان بس تفكه كربه او تبعد عنه حاجة معينة وحشة او
تكمل له حاجة معينة هو محتاجها. صدقني كل الحاجات دي بتقعد لك انت بس اللي مبتبقاش عارف حاجة زي كده. فكل ما تجيلك الفرصة ان انت تساعد حد حتى لو بحاجة بسيطة، حتى لو الشخص بسيط، ما تبخلش عليه وساعد اللي قدامك. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.